تخيل يكون ساحر عادي وواحد من أصدقائك بيكون مستحقرك عشان هو أعلى منك في التصنيف، بيقرر إنه بعد كده هيقتلك وإنت بتتعصب جامد وبتقرر إنك تنتقم، بس إنت بتكون خلاص على عتاد الموتى. صاحبك لما بيشوف كده بيقرر إنه بقى هو يمشي، وبعد كده واستحقارك لصديقك وبعد ما هو خلاص هيقتلك بيكون نفسك انك تنتقم بس مش عارف وبتكون خلاص هتموت، بس إن بعد كده النظام بيديك فرصة تانية وبتقرر بعد كده اللي انت تنتقم من صاحبك اللي خانك. اهو دوت اللي بيحصل مع صاحبنا ناميكي هاروكا. بس قبل ما نبدأ الحكاية أنا عاوزك تضغط على زر اللايك والاشتراك وتصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وعشان طبعا أنا مش هطول عليكم هيا بنا نبدأ في سرد الحكاية. بتبدأ حكايتنا في مغارة من المغارات وبنشوف صاحبنا وهو عمال يجري، بعد كده في نظام بيجي وبيكون مكتوب فيه كل حاجة عن هاروكا. بعد كده بنشوف هاروكا وهو قدام كمية وحوش جبارة، بس حرفيا لما بيطلع سيفه وبيهجم عليهم شوية حرفيا منهم بيتنسفوا. بس في مشكلة واحدة ان الوحوش ديت حرفيا ما بتنتهيش. بعد كده هاروكا بيصرخ وبيقول الدعم. بعد كده في بنت بتيجي وبتقول حسن اترك الامر لي، وبتعمل تعويذة وبتهاجم هي على الوحوش وبيبان انها قوتها جبارة. هاروكا بيقول لها شكرا المساعدة. بعد كده في غول كبير بيكون قدامه وبيهاجمه وبيقطعه في ثواني. بعد كده غول اكبر بيهاجمه وفي بنت بتجري وبتقول انت بطيء، وبعد كده بتصد هجمة الغول وبتقول اترك هذا لي واذهب الآن أنت. بعد كده هاروكا بيقول لها أنا هعتمد عليكي وبينطلق هو على زعيم المغارة. بعد كده هاروكا هو رايح على زعيم المغارة بيبص كده على البت اللي معاها سيف ديت وبيقول لقد أعجبت بها وأصبحت مستكشفا. بعد كده بيقول العالم الذي يعيش فيه الآن عالم الزنزانات منذ أن أصبحت بالغ بما يكفي لكي أفهم. كان هناك العديد من البالغين حولي يعلمون مستكشفين، وبيقول كانت المدينة مدعومة يوميا من المستكشفين، وبيقول المستكشفين هم اللي بيقتلوا الوحوش. وبيقول أثناء استكشاف الزنزانة يتلقى المستكشفون مهاما من جمعية المستكشفين، وبيقول إخضاع الوحوش داخل الزنزانة، وبيقول جمع وتداول العناصر المكتسبة، إنشاء خرائط لاجتياز الزنزانة وحاجات تانية كتير. وبيقول يكرسون أنفسهم ليلا ونهارا لقهر الزنزانات. وبيقول إذا ارتفع رتبة المستكشف الخاصة بهم المصادقة من الجمعية. وبيقول سيكون اكتساب الشهرة والثروة ليس مجرد حلم. وبيقول الطابق الأول للزنزانة رفع رتبة المستكشف المساهمة مهمة، ولكن قبل ذلك الرتبة العالية مطلوبة أيضا. وبيقول هزيمة الوحوش ترفع مستواك. وبيكون مكتوب في النظام كل حاجة عن هاروكا. وبيقول عند تعزيز الرتبة سوف تستطيع استخدام المهارة الفائقة إذا قمت بتجميع الإنجازات بثبات. في النهاية سترتفع رتبة المستكشف الخاصة بي إلى تصنيف A، أو هكذا ما كان من المفترض. واللي كان حصل في أول البداية ديت لقطات من المستقبل. جهز نفسك دلوقتي عشان الحكاية هي تبدأ. بعد كده بقى بنشوف صاحبنا هاروكا هو بيقول لا فائدة من النواحي الآن، ننفذ المهمة. بعد كده بيعمل مهارة اسمها المهارة الفريدة القياس والمعايرة. مسح دائرة نصف قطرها 30 متر. وبيقول طبقات الأرض عادية الهيكل المحيط قياسي، محتوى الطاقة السحرية قياسي المدى، القدرات التحميلية. بعد كده هاروكا بيقول يبدو أن بعض الأجزاء هشة بشكل غير طبيعي بهذه الهشاشة، قد أكون قادرا على التعامل معها بفردي. وبيقول شيل الفقاق من الطبقات السفلية. بالنسبة للمستكشفين ذوي الرتب العالية هذا النوع من المهام البسيطة التي لن يكلفوا أنفسهم عناء بالقيام بها. بعد كده بيقول ولكن حتى وظيفة كهذه
من المؤكد أنها ستساعد شخصا. هناك بنشوف لقطة من الماضي في شارع الزنزانات منطقة الأحياء الفقيرة. اسمع حد بيقول لهاروكا هل أنت بخير؟ هاروكا بيكون عمال يعيط وبيقول لماذا تساعديني؟ وبيقول لها مساعدة شخص مثلي الذي من الأحياء الفقيرة لن يجلب لك أي فائدة. بتقول له هذا ليس صحيحا، في يوم الذي تساعد فيه شخصا محتاجا الذي ستراه هونا حقا. بعد كده هاروكا بينبسط من الكلام اللي هي بتقوله. بعد كده بنرجع للحاضر وهاروكا بيقول إذا كانت هيماواري هل كانت ستعرف بي كما أنا الآن؟ بعد كده بنشوف حد بيتمشى وحرفيا البنات مرصوصة حواليه. بعد كده بيقول لهاروكا الأول على الإطلاق الذي يصل للمستوى 100 يجب أن تكون المختارة أليس كذلك؟ بعد كده بنت البنات بتقول هل هذا رجل في المستوى 100 يا شينجي؟ بيقول لها أيوة. بعد كده لوحة هاروكا بتظهر قدامه بيكون مكتوب فيها ناميكا هاروكا المستوى 100 المهنة مستكشف الرتبة دي. الولد التاني بيكون اسمه يوكوموري شينجي المستوى 45 المهنة مستكشف الرتبة ايه. بعد كده بنت بتستهزأ على هاروكا وبتقول له هل أنت حقا رجل من مستوى 100؟ أنت شكلك ضعيف خالص. بعد كده هاروكا بيقول إذا كان شينجي يتمتع حقا بالقدرة على جعل حلفائه يقللون من شأن الآخرين أنت ممكن تنتقل لفرقة أوروتشي. شينجي بيتعصب من اللي هو بيقوله وبيعمل تقنيته عليه على إغلال الجاذبية العقوبة الجاذبية وبيرزع وش هاروكا في الأرض. شينجي بيقول حتى لو كنا أصدقاء في الطفولة هل تعتقد أنك أيها الفاشل يمكنك تقديم النصيحة لي؟ بعد كده هاروكا بيقول هل توقفت عن تصرفك كأننا أصدقاء مقربون؟ بعد كده شينجي بيقول أنت تغضبني حقا وبيقول ترى المستوى 100 مجرد رقم أليس كذلك؟ بعد كده شينجي بيقول عادة إذا وصلت إلى المستوى 100 تكون قادر إن أنت تستخدم تقنيات متقدمة ومش بس كده ده كمان السحر والمهارات من أعلى درجة. بعد كده هاروكا بيقول في حالته يتوقف عند المستوى المتوسط وبيقول بينما زاد مستوى بسهولة أكبر مقارنة بالمستكشفين الآخرين إحصائياتي مثل القوة الهجومية والقوة الدفاعية بالكاد نمت من المستوى 30. بعد كده بيقول حاليا عليك في المستوى 100 وبيقول اللعنة إذا وماذا الآن؟ وبيقول أردت أن أقف جانبا إلى جنب مع الفتاة التي أعجبت بها وبيقول هذا غير عادل تماما إن لم ترتفع قوتي. بعد كده شينجي بيضحك وبيقول كنت شخصا يعتمد عليه الكثير ومتغطرسا لدرجة لا تحتمل في ذلك الوقت. بعد كده بيقول له انت لسه مفكر ان هي مهتمة بيك وبيقول له انت تغضبني حقا. بعد كده بياخد شنطته منه وروكا بيقول له أعدها. بعد كده شينجي بيقول له هذه هدية من الشخص الذي تعجب به صحيح؟ لازلت تحتفظ بهذه تعويذة منحت بدافع القلق إلى شخص ضعيف مثلك. وبيقول يبدو أنها تم خياطتها أنت تقدرها كثيرا. وبيقول ولكن مع ذلك وبيقطعها ببقه وهاروكا بيكون متعصب من اللي هو بيعمله وشينجي بيقول له أنت لست بحاجة إليها بعد الآن. وبعد كده بيرميها على الأرض وبيدنه يدوس عليها. هاروكا بيتعصب وبيقول له شينجي. بعد كده شينجي بيقول لا تكن غاضبا للغاية وشينجي بيقول له انت لقد عملت بجد عشان تعترف بيك بس في الاخر هي مش اعترفت عليك خالص. بعد كده شينجي بيقول ألم يحي الوقت بعد لكي تستسلم وتموت؟ هاروكا بيبص جنبه وبيلاقي آخر المنحدر. بعد كده هاروكا بيقول له توقف عن هذا. شينجي بيضحك وبيقول لكن هل تعلم في حالة الوفاة داخل الزنزانة سيتم التحقيق في سبب الوفاة وفقا للوائح الجمعية ولكن لن يتم البحث عن الجثة. وبيقول هو عد الموضوع زي ما يكون حادث وبيقول سأقوم شخصيا بتسليم الحقيبة للشخص اللي أنت معجب به. وبيقول أتساءل ما شكل وجهها أولا سترتديه عندما تلتقي بهذه. يريد أنه يعصب في هاروكا أكتر وأكتر. هاروكا بيقول له اخرس. شينجي بيقول له فلتخرس أنت بيعمل تقنية جاذبية تانية وبيوقع هاروكا على وشه على الأرض. وشينجي بيقول له ما رأيك سحر من أعلى مستوى وبيقول له سأجعلك تشعر به حتى يصبح جسدك رقيقا كالورق. وبيدنا يعمل في التقنية بتاعته أكتر من مرة. هاروكا بيكون خلاص هيموت حتى من التلة بتكون هتقع. البنات بتقول شينجي الأرض وشينجي بيقول إنها هشة تماما وهاروكا بيكون بيطلع دم من كل حتة. وشينجي بيقول بالنسبة لهيماواري ساعتني بيها جيدا. وهاروكا بيكون متعصب من اللي هو بيقوله وبيزعق وبيقول له توقف.
بعد كده شينجي بيقول حسنا إذا أراك لاحقا. بعد كده هاروكا بيكون متعصب وبيقول اللعنة، وحتى من المنحدر بتقع بيه. شينجي بيكون فرحان من اللي حصل. بعد كده هاروكا بيقول بهذا المعدل هيماوري سوف سينجي، وبيقول أريد القوة لهزيمته، ولكن لا أستطيع التحمل هذا بعد الآن. وبيكون فاضل بس 18 ثانية وهاروكا ينصدم بالأرض. في لوحة بتيجي وبيكون مكتوب عليها إعادة القياس التلقائي قررت. بعد كده هاروكا بيقول لي ماذا تتنشط مهاراتي عديمة الفائدة في تلقاء نفسها. بعد كده بيقول إنها عديمة القيمة حقا، وبيقول هذا محبط. بس مرة واحدة بيكون فيه مهارات كتيرة بتيجي لهاروكا. بعد كده بيكون مكتوب تطور المهارة الفريدة، اكتسبت 1,000,000 نقطة خبرة إضافية، ازدياد المستوى ناميكي هاروكا. بعد كده هاروكا بيرجع تاني للمنطقة اللي كان وقع من عندها، بس ازاي وهو المفروض يكون ميت؟ اهو دوت بقى اللي هنعرفه في الحلقة التانية من حكاية هاروكا. اتمنى تكون الحكاية عجبتكم عشان انزل منها جديد. بس في اسئلة في بالي انا عاوز اسألها. ازاي هاروكا هو واقع المفروض اللي هو رجع تاني؟ ويا ترى هو كده ميت ولا صاحي؟ ولو هو اصلا صحى فيا ترى هيقدر انه هو يهزم سينجي اللي كان غدر بيه؟ او دوت اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. سلام.